الجمعة القادمة الساعة 9 مساء على استاد القاهرة المواجهة المرتقبة من اخواتنا الزملكاوية طبعا الاهلي وبيراميدز، والريلز دي معمولة مخصوص عشان خاطر اخواتنا الزملكاوية عشان نعرفهم قد ايه الاهلي المصري مش بيخاف من حد. والله العظيم احنا مش بنخاف من حد. بيراميدز 68 نقطة من 27 مباراة والاهلي المصري 57 نقطة من 23 مباراة، يعني فرق 4 مباريات. لو احنا خلصنا الاربع مباريات دول بالفوز ان شاء الله هيبقى فرق 12 نقطة. 12 نقطة زائد 57 يعني 69 نقطة، وهم 68 نقطة، يبقى احنا متسيدين الدوري، وده الطبيعي جدا. يعني الاهلي المصري عنده 43 دوري، تاني هقولها، الاهلي المصري عنده 43 دوري وبيراميدز ما عندوش ولا دوري. القيمة التسويقية للنادي الاهلي المصري 32 مليون يورو، والقيمة التسويقية لبيراميدز 19 مليون يورو. اخر 6 مواجهات بين الاهلي المصري وبيراميدز الاهلي فاز فيهم 4 مرات وبيراميدز فاز فيهم مرتين. مجموع ان احنا لعبنا بيراميدز 19 مباراة، الاهلي فاز فيهم 9 مرات وبيراميدز فاز فيهم 6 مرات، وتعادلنا في 4 مرات. على اي اساس بقى انت كزملكاوي جاي فكرة ان احنا خايفين نقابل بيراميدز؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نوصل له. اجابته فين؟ احنا كاهلاويه خايفين من ايه بقى؟ واحد عنده 43 دوري، واحد ما عندوش ولا دوري، واحد القيمه التسويقيه بتاعت 32 مليون يورو، واحد القيمه التسويقيه بتاعت 19 مليون يورو. اخر 6 لقاءات احنا فايزين في 4 وهم فايزين في 2. تاريخ مواجهاتنا كله 19 مباراه، 19 مباراه احنا فايزين فيهم 9 وهم فايزين 6 ومتعادلين في 4 مرات. طب على اي اساس انت جات لك الفكره دي؟ يعني يا عم انا هو ده اللي انا عايز اعرفه، انت على اي اساس جات لك فكره ان احنا خايفين نقابل بيراميدز؟ معلش انت ما جيتش الماتش وخايف مننا، طب احنا ايه ذنبنا؟ انت يعني بتتلكك ان انت تشوف لك اي مشمعه تجيبها؟ لا يا عم، هو كابتن زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قالها العفيفي، قال له انتوا عايشين في مؤامره، انتوا عايشين في مؤامره، في مخكم هنا في فار مبلول باين ولا ايه مش عارف. يا عم يعني يا جدعان انا مش عارف ايه الموضوع، مستفز، ومهما احنا اتكلمنا بيبارد قوي. اهلي تقيل، ايوه تقيل، من غير ما انت تقول بالارقام. ارقامنا بتقول كده، مش احنا بنقول بمزاجنا، ارقامنا هي اللي بتقول كده. احصائيات، بطولات، الاهلي اقوى نادي في الشرق الاوسط كله، ايوه اقوى نادي في الشرق الاوسط كله. الاهلي اقوى نادي في افريقيا، ايوه الاهلي اقوى نادي في افريقيا. وانا اللي بقول كده ولا ارقامنا اللي بتقول كده؟ اقوى نادي في اسيا يا باشا، ايوه جينا لعبنا الهلال والاتحاد وحطينا عليهم كاس العالم للانديه، ايوه يا باشا احنا اقوى منهم. تفضل لغايه امتى ضارب في دماغك طلقه وبتقول ان الزمالك وبيراميدز ومش عارف ونمنا وصحيح؟ يا عم انت هربان. اخر ماتش انت هربته مننا، مش عايز تقابلنا. انت قعدت تتلكك اصلي بطننا وجعانه، واصلي مش عارف التحكيم، واصل الكره خبطت في العارضه، واصلي مش عارف ايه. يا عم فيها مش بنقلل من نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ناس كلهم على عيننا وعلى راسنا، بس في ناس فعلا افكارها مش موجوده. فوق يا جدعان من الموضوع ده بجد، الموضوع بيه مستفز. ركزوا في ناديكم، ركزوا ان انتوا تعملوا كيان، ركزوا تعملوا اداره، ركزوا في حاجات كتير اولى ان انتوا تركزوا فيها. عامل زي اتنين قاعدين جنب بعض، واحد دخل طب وواحد دخل معلش يعني فشل في التعليم. كل شويه انت ما فشلت ليه في التعليم؟ اصلي عمل لي كده بكم. طب وانت ما ذاكرتش ليه؟ اصلي عامل لي كذا. يا عم تسترجل يا عم والعب كوره يا عم، استرجل يا عم وشوف ماتشات يا عم. ايوه احنا ارجل منكم، بنلعب اقوى منكم يا عم. العيال بتنزل النادي الاهلي المصري بينزل يكحت الارض، اقسم بالله بيشيل النجيله باللي فيها. اهلي المصري رقم 1 في مصر، شئت ام ابيت رقم 1 في مصر، بمزاجك غصب عنك الاهلي رقم 1 في مصر. تحكيم بدون تحكيم، مش عارف مين بيتلكك لكم، مش عارف مين معاكم، مش عارف الحكومه بتساندكم، مش عارف ايه رفيق رشاوي، برضه رقم 1 غصب عنكم بمزاجكم. احنا كاتمين على نفسكم في القاره، عايزين تروحوا تلعبوا في اسيا زي ما بتقولوا، اتفضلوا روحوا وارحمونا وارحموا كيفنا. فوق يا ابني بقى.